6. اعمل تشيت شيت. أيوه هي اسمها تشيت شيت، بيبقى فيها الحاجات اللي أنت بتنساها، الحاجات اللي بتغلط فيها، الأسئلة اللي بتشوفها على طول. 7. لو عندك حاجات بتنساها كتير أو حاجات لازم تحفظها، اعمل سيشن قبل ما تنام كل يوم تحاول تحفظ ده. قبل ما تنام أنسب وقت إن أنت تحاول تحفظ، ولما تعمل ده كل يوم بينقله بدل ما هو موجود في الذاكرة قصيرة المدى هتبقى في الذاكرة بعيدة المدى لما تكرر ده يوميا. 8. حل أسئلة كتير جدا، مع كل ساعة مذاكرة مع 3 ساعات حل أسئلة، لأن حل الأسئلة بيخليك متعود على شكل الأسئلة اللي هيجيلك في الامتحان، بيثبت المعلومة في دماغك وبيخليك تحل الأسئلة أسرع كتير. 9. مهما كان السبب لازم تنام كويس قبل الامتحان. يا فرحتي انك مذاكر كل حاجه، حافظ كل حاجه، ولما تيجي عايز تفتكرها في الامتحان ما تفتكرهاش. 10. ابدا دلوقتي. دلوقتي هو انسب ميعاد تبدا فيه. لو انت ما ذاكرتش ابدا ذاكر، لو انت بتذاكر بالراحه ابدا ذاكر بسرعه، لو انت ما بداتش تراجع ابدا راجع دلوقتي وطبق كل اللي انت شفته في الفيديو ده.